احلى واسهل واظبط ماكن تشيز. عملتها بطريقه سهله وضفت عليها اضافه متاكده هتعجبكم. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا وصفتنا النهارده. هنبدا بسلق المكرونه. انا استخدمت المكرونه اللي انتوا شايفينها دي، مهمه قوي تتسلق نص سوا بس في ميه سخنه وملح عادي، ومش هستخدم كيس كامل، هشيل منه ربعه. بعد كده في الحله، نفس الحله على النار، حطيت معلقتين من السمنه او الزبده، عليهم معلقتين مليانين من الدقيق. هقلبهم على نار عالية عادي لحد ما الدقيق يبدأ يغير لونه ويدوب كويس مع السمنة. بعد كده ههدي النار تماما كأننا بنعمل بشاميل، وهضيف اللبن اللي هو الحليب. هضيف 5 كوبايات من الحليب، الكوباية الواحدة 250 ملي. كل ده على نار هادية، هدي النار تماما واضيفهم مع التقليب. بعد كده هضيف 200 جرام من كريمة الطبخ اللي هي العلبة الصغيرة خالص دي، وبرده هفضل اقلب. والتوابل اللي هضيفها النهاردة ملح وفلفل، ممكن كمان نضيف بابريكا مدخنة، دي بتديها لون حلو قوي. لو حابين جوز الطيب طبعا دي براحتكم. بعد كده هقلبهم كويس لحد ما كله يدوب مع بعضه ويبدأ القوام يتقل شوية، لان احنا بنعمل صوص زي صوص البشاميل شوية. بعد كده اخر حاجة بحب اضيفها هي الجبنة التشيدر. انا بعمل الماكن تشيز بجبنه تشيدر، وهي دي اكتر جبنه هتظبط معاكم. انا استخدمت اللي لونها اصفر شويه، اللي هي لونها اورنج زي ما انتم شايفين كده. ممكن نستخدم العاديه خالص. هبدا اضيفها كلها، وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. بعد ما ضفتها كلها هقفل النار تماما، وبعد كده هستمر في التقليب لحد ما تدوب خالص مع الصوص بتاعنا. هي زي ما انتم شايفين كده بيبدا لونها يغير والصوص لونه يغير وتدوب تماما. بعد كده كل ده على نار مقفوله. خلاص انا مش محتاجه النار تاني. وكده خلاص الجبنه بدات تدوب زي ما انتم شايفين. ده قوام الصوص بتاعنا. هسيبه على جنب، وبعد كده هجيب الصينيه واحط فيها كميه المكرونه اللي احنا سلقناها. انا زي ما قلت لكم استخدمت كيس الا ربع. بعد كده هضيف عليها الصوص كله، هضيف كل الصوص وهقلبه كويس مع المكرونه. هغلف كل المكرونه بالصوص. والاضافه اللي بتفرق جدا في طعم المكرونه بتاعتنا هي السناكس اللي انتوا شايفينها دي. في منها انواع كتير، مصري مستورد، في منها بالشوفان. استخدموا النوع اللي تحبوه، وممكن كمان من غيرها عادي. هقطع كده شويه بايدي زي ما انتوا شايفين على الصينيه، وهخلطهم كويس. طبعا الكميات دي زي ما تحبوا. وهخلطهم كويس مع المكرونه. بحب ادوبها كده مع المكرونه، وبسيب شويه كمان احطهم من على الوش. واخر اضافه بقى هنحطها هي الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا انا بحطها على الوش بس، ما بحطهاش جوه الخليط بتاعنا. هضيف كل الجبن الموتزاريلا اللي انا عايزاه اضيفه، طبعا الكميه اللي انتوا تحبوها. وطبعا هي دي اللي بتدينا المطه اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. بعد ما اخلص كل الكميه هضيف شويه السناكس كده على الوش، هوزعها. زي ما قلت لكم ممكن نستغنى عنها، وممكن نضيف كمان شويه من البقسماط، هتديها قرمشه وطعم حلو قوي. كده خلاص صينيتنا جاهزه تدخل الفرن. هدخلها الفرن على درجه حراره 190 الرف وسط. هي تقريبا 3/4 سوا، مش هتاخد وقت كتير. هسيبها لحد ما لونها من فوق الموتزاريلا تاخد لون حلو، وكده خلاص جاهزه تتقدم. قدموها سخنه بتطلع خطيره وطعمها حلو جدا وهيعجبكم. جربوها ومتاكده هتحبوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للوصفه.